التي كانت في المدينة. قال لهم مضروبين رصاص ولا شنو الافلام كده؟ احيانا سنعطيكم كل التفاصيل المتعلقة بهذه الاشتباكات شنو؟ خلال شنو؟ وصولها إلينا. شلال المسدس مرة من مروي في شمالي السودان، ومن هناك ينضم إلي مراسل يا رب ما يضربوه. أسامة سيد أحمد. مرحبا أسامة، كيف أصبحت مروي؟ التطورات الأبرز فيها، هل ثمة أي اشتباكات، أي تحركات؟ شايل شاحن والشاء والتليفون أجي حرامية. هذا خلوا له حاجة قال له اقعد. الميدانية والعسكرية هنا في مدينة مروي في شمال السودان، فإنه يعني خلال الساعات الماضية فإن هذه المنطقة كانت قد شهدت اشتباكات ومواجهات مسلحة وكثيفة للغاية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني هنا في محيط مطار مروي الدولي والقاعدة الحربية هنا. هذه المواجهات الآن بدأت يعني تعرف دي عيلة نستمع الآن ربما لو قتلوه نديها الاثنين طوالي متفرقة جزيرة صح؟ وبينها يعني دقائق معدودة غالبا هي لأصوات سلاح الدوشة. طبعا هذا السلاح يعني يمتلكه الجيش وتمتلكه أيضا قوات الدعم السريع في ميدان. السلام عليكم ورحمة الله. أول حاجة كل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم بالصحة والعافية وباليمن بالبركات والأمان لجميع السودان، شرقه وغربه وجنوبه وشماله وكله، كل السودان، كل أرض داخل السودان. أنا والله اللي سجلت التسجيل ده ومرعوبة وخايفة وما عارفة أبدأ لكم من وين، لكن أتمنى إنه أول حاجة التسجيل ده يتنشر لحد ما يصل القوات المسلحة. أتمنى الحاجة دي، وأنا بسجل التسجيل ده ما عارفة لو هم عارفين ولا ما عارفين المعلومة دي، لأنه بجد الناس بتقول عليهم الدعم السريع. أنا والله ما شايفاهم دعم سريع ولا شايفاهم دعم لي حاجة، بل كانوا فشل لي كل حاجة، كانوا فشل للسودان كله على بكرة أبيه. الناس زي الفشل ما دعم سريع، الناس زي الجنجويد زي ما عرفناهم إنهم هم جنجويد وتعرفنا عليهم جنجويد، فيبقى هم جنجويد وحيفضلوا جنجويد. والحاجة الوحيدة اللي عايزاها من الناس كلها تشيل كلمة الدعم السريع دي، لأنه كلمة الدعم السريع دي كلمة كبيرة جدا، كلمة فيها دعم للإنسانية، دعم للإنسان، دعم لحاجات كثيرة. يعني فيها كلمة لها علاقة بالنجدة، إنه الإنسان ينجد إنسان من مشكلة من مصيبة كده، وسبحانه وتعالى هو الناجد ينجدنا منهم. أتمنى الناس تركز على كلمة الجنجويد فقط، الكلمة اللي غسلوهم بيها نظفوهم بيها دي ما تسود عليهم، زي ما غسلوها بيهم ناسنا وناس عمر البشير والكيزان، هم نظفوهم ودخلوهم على إنهم الدعم السريع، في الأصل هم جنجويد، فيفضلوا هم جنجويد. الستار الحقيقي المعلومة اللي أنا عايزة أقولها يا جماعة، أنا الشيء اللي بعرفه إنه الجيش بيضرب المواقع اللي فيها الجنجويد، إذا كانت في الرياض ولا إذا كانت في الكلاكلة ولا إذا كانت في مدرمان ولا كانت في بحري ولا كانت في أي حتة موقع هم تأكدوا فيه إنه ديل الدعم السريع موجودين وما فيه عوائل أو بعيدين منه الأسر، هم بيضربوهم. لكن في حاجة يا جماعة، الرياض اللي هو موقع الناس ديل معتقلين فيه جماعة، الناس أبرياء قد لا يكون لهم علاقة نهائي بالسياسة، الناس ديل ما قادرين يميزوا ما بين الكيزان ما بين الناس الما كيزان، ما قادرين يميزوا. الناس ديل عندهم في فهمهم إنك أنت شاب مهندم ظريف شكلك كده ده هيبة، أنت ضابط أو ضابط جيش أو ضابط شرطة، عندهم كده. والله العظيم أنا عندي ناس بعرفهم كم كتار قبضوهم هم ولا ضباط ولا ليهم علاقة بالضباط، بس عشان لأنهم شكلهم هيبة
بيقبضون بيقول لهم انتوا شرطة، ابرزوا بطاقاتكم. يا اخي ده وصلوا درجة انه بعد ما تبرز البطاقة بتاعتك بيقول لك لا لا دي بطاقة انت شايلها ساي، دي ما بطاقتك الحقيقية، او دي بطاقة صورية. ده اللي بيعرف متعلم القاري فيهم طبعا. المهم يا جماعة، الرسالة دي للقوات المسلحة، لو انتوا ما عارفين انه في معتقل معمول في الرياض مربع 21، انا التسجيل ده بسجله الليلة من اول ايام العيد الساعة 1:46 او اليوم الثاني ثانية العيد، كويس؟ بسجل التسجيل ده والمعلومة دي وصلتني كويس. انا ما دار اتكلم من منه وما دار اقول من منه يا جماعة. الناس دي المعتقلين في الرياض مربع 21 كويس. كلية اليرموك اللي في شارع الصفا مع الرياض بتربط مع عبد الله الطيب ومع مكة. وفي حاجة اسمها برضو الجامعة العربية، أنا ما عارفة موقعها وين بالضبط كده ديت من اليرموك. المهم هي قالوا يا فاتحة على الأدلة الجنائية يا جنب بنك الخرطوم يا خلف بنك الخرطوم مع الكلية كلية اليرموك دي اسمها الجامعة العربية. معتقلين فيها ناس وأغلبيتهم الناس دي مفقودين. أنا بعرف زول مسكوه من الساعة تقريبا الساعة 10 ل9 صباحا، فكوه الساعة 12 بالليل. تحقيق ورا تحقيق، تحقيق ورا تحقيق، كويس. مشى هناك عنده حاجة في بيته، مشى يستلمها، ورق بالأحرى، ورق مهم شديد، لأنه قال سمع إنه الناس طلعوا من الرياض، أدوه معلومة غلط. مشى مسكوه وشاف الموقف ده والمنظر ده. أنا بس الرسالة دي عايزة تصل للقوات المسلحة إنه ما يضربوا، لأنه هنا في ناس أبرياء وناس أبرياء وناس معتقلينهم. يعني لو انتوا ضربتوا الجنجويد ديل حيموتوا، ديل حيموتوا الناس في المعتقلين في كلية اليرموك في الجامعة العربية اللي اسمها الجامعة العربية دي في المنطقة دي بالتحديد. اعملوا اي حاجة انكم انتوا لو قدرتوا تطلعوا النازل وتقبضوا عليهم باي وسيلة تانية، لكن ما تضربوا فوق النازل. في ناس ابرياء حيموتوا كتار، قالوا كتار النازل كتار، قد يكونوا منهم جزء كبير المفقودين او هم المفقودين، لانه الناس يمكن يكونوا ضباط من الناس اللي انتوا ما عارفين النازل اسرينهم وين. فبس دي المعلومة اللي انا حبيت اوصلها. والحاجة الثانية اللي انا عايزة يعني اسوي عليها اكد عليها، يا جماعة شيلوا كلمة الدعم السري دي تماما. بس جنجويد زي ما نحن عرفناهم وبنشوفهم في دارفور كانوا بيعملوا شنو، وبيقتلوا الناس وبيحرقوا الناس جوا البيوت وبيشيلوا بهايم الناس وبيشيلوا اموال الناس، وكنا بنقول الجنجويد، فهم استيل الجنجويد لا غير، الجنجويد بس.